فكما نعلم فإن الحصون تقريبا قد انقرض من معظم الدول العربية بسبب الصيد العشوائي، وبالتالي أصبح الحصون باهظ الثمن. ولكن سوف نحاول في هذا الفيديو تبسيط عملية نجاح تزاوجه كما قلنا داخل القفص أو السلاكة، ولكن هنالك بعض الشروط يجب علينا توفيرها وسوف نتحدث عليها في هذا الفيديو. في البداية أصدقائي هنالك سؤال مهم: لماذا ننتج الحصون أو نحاول أن ننجح عملية تزاوج الحصون داخل القفص؟ أولا للأسباب التالية: ذكر الحصون الذي قد ولد داخل القفص أو السلاكة، هذا الحصون سوف يكون حصون مثالي من ناحية تنسيطه وتعليمه لغة حصون خالية من الأخطاء، لأن هذا الحصون يبدأ عندنا في البيضة. عندما تكون الحصون حاضنة للبيض، نبدأ يوميا بوضع CD أو صوت الحصون الذي اخترناه ليتم تسميعه للبيض حتى يتم الفقس. وبعد ذلك كذلك نبدأ في التصنيت حتى فطم الحصون، وإذا تأكدنا من أن الفراخ فيها الذكور كذلك نبدأ بإخراج هذا الذكر ونبدأ بتعليمه. أما إناث الحصون التي ولدت في القفص فسوف نعتبرها كأنها إناث كناري من ناحية سهولة التزاوج داخل القفص، على عكس الإناث التي ولدت أو فقست خارج في الطبيعة خارج القفص. هذه الإناث سوف تكون أصعب بكثير من الإناث المولودة داخل القفص. وكذلك هنالك أمر آخر أصدقائي، وهو أن أثمان الحصون الذي ولد في القفص يكون أكثر، ثمنه أكثر بكثير من الحصون المولود خارج القفص أي في البرية. وندخل الآن أصدقائي إلى الموضوع مباشرة، ونبدأ بالحديث على أهم الشروط التي سوف تنجح أو تفشل عملية التزاوج داخل القفص أو السلاكة. أولا يجب علينا أن نوفر للحصون الأنثى خصوصا أكثر من الذكر مكان يكون فيه ليس حركة كبيرة ضجيج، مثلا يجب علينا عدم وضع أنثى الحصون في المطبخ، لأن المطبخ سوف تنبعث منه رائحة الأكل، وكذلك ضجيج الأواني، وهذا ما سوف يجعل أنثى الحصون تتأثر كثيرا، وطبعا هذا ما سوف يفشل عندها عملية التزاوج. وإنما اختيار مكان هادئ ليست فيه حركة كبيرة أو ضجيج، هذا المكان سوف يكون مثالي لتربية أنثى الحصون للتزاوج. أما الذكر فلا إشكال إذا وضعناه في الممشى، لكن طبعا المطبخ هو مطبخ سوف يكون خطر على تربية أي طائر بسبب رائحة الأكل المنبعثة منه. وكذلك نبدأ الآن باختيار الأنثى المناسبة لتربيتها للتزاوج. أولا يجب علينا أما اختيار أنثى حصون وهي ما زالت صغيرة فرخة، لم تكمل التحناية على رأسها. التحناية هي ذلك القناع الأحمر. هذه الأنثى التي سوف نربيها وهي ما زالت صغيرة، ما زالت فرخة، سوف تنتج إن شاء الله منذ العام الأول. طبعا ممكن كذلك أن نربي طيور إناث أكملت التحناية في البرية. هذه الأنثى كذلك ممكن أن تنتج منذ العام الأول إذا تم السيطرة عليها من ناحية التخبط في القفص، أعطيناها الأكل المتوازن، الطعام المتوازن،
يعني أعطيناها الأمان الكامل وليست يعني خائفة، سوف تكون هذه الأنثى كذلك تنتج من العام الأول، ولكن في العام الثاني سوف تنتج أكثر، يعني بنسبة مئوية أكثر من العام الأول. أما الذكور يعني أنا أفضل الذكر الحسون البري. هذا الحسون يكون أكثر نجاحا في التزاوج مع الإناث من الحسون الذي ولد في القفص، على عكس الإناث. فالإناث المولودة داخل القفص تكون نسبة نجاحها يعني في التزاوج من العام الأول أكثر بكثير من الأنثى التي يعني ولدت في البرية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يجب علينا معرفة أهم شرط أساسي في أي عملية تزاوج. هذا الشرط هو يجب علينا يعني وقت تغيير الريش عند الحسون معرفة أن أي نكسة صحية تصيبه، مثلا ضربة هواء أو مرض يعني يصيب الحسون وقت تغيير الريش، أو مثلا قمنا بتبديل قفص الحسون إلى قفص آخر وقت تغيير الريش، أو مثلا قمنا بتغيير حتى مكان وضع القفص، أو قمنا بتبديل الحبوب التي يتغذى عليها الحسون. هذا كله سوف يؤثر عليه وقت تغيير الريش، وهذا ما سوف ينعكس على نجاح تزاوجه وقت التزاوج. إذن يجب علينا الحذر خلال هذه الفترة الحساسة. وهنالك أمر آخر أصدقائي إذا أهملناه، فإن كل عملية التعب التي قمنا بها مدة موسم كامل سوف يعني في الأخير تذهب هباء ولن ينجح الحسون في التزاوج. هذا الأمر هو